السلام عليكم متابعيني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه سهله جدا وبسيطه، وهي المسقعه باللحمه المفرومه. معايا هنا بصلتين متقطعين، وكمان نص فلفله خضراء، وممكن نحط فلفله كامله، وكمان حوالي 400 جرام من اللحمه المفرومه، وكمان معانا هنا شرايح من الطماطم، وكمان حلقات من البصل والفلفل الاخضر، وكمان طبعا ملك الوصفة بتاعتنا ما نقدرش ننساه وهو البتنجان. حوالي هنا بتنجانتين مقطعاهم بشرايح زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد ما قطعنا البتنجان شرايح زي ما انتوا شايفين كده، ابتديت احط عليه رشة من الملح. ملحت البتنجان كله وركنته لمدة 10 دقايق، بحيث لو في نسبة مية بتبتدي تتصفى معانا، وكمان يكون اتملح كويس ويكون طعمه حلو. هنقلي البتنجان بتاعنا، وكلنا عارفين طريقة قلي البتنجان، مش محتاجة اي حاجة خالص معانا، مش محتاجة تكات ولا وصفات، ولكن في تركاية صغيرة. في ناس بتحط رشة دقيق على البتنجان علشان ما يشربش زيت، ودي زي ما تحبي. من الحاجات المهمة اللي عندي في الوصفة النهاردة برضو البطاطس. هنعمل المسقعة بتاعتنا بالبتنجان والبطاطس. انا الصراحة عمري ما عملتها بالبطاطس، ولكن انا النهاردة ضفت البتنجان بطاطس، قلت لازم اغير الطريقة بتاعتي ولازم اجرب طريقة مختلفة شوية. فهنقطع البطاطس بتاعتنا حلقات وهنقليها في الزيت. يلا نعمل عصاج اللحمة بتاعتنا علشان نكمل المسقعة بتاعتنا. هنجيب حلة ومعلقة من الزبدة ومعلقتين زيت. هننزل بالبصل والفلفل الأخضر على النار. بعد ما البصل والفلفل ابتدوا يتبلوا معايا، هنبتدي ننزل باللحمة بتاعتنا. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الفلفل الاخضر بيفرق جدا في طعم المسقعه، بتبقى مختلفه عن اي طعم مسقعه تاني. واهم حاجه برضو عندي في المسقعه مهمه جدا هي التوم. مسقعه من غير توم ما تبقاش مسقعه. بعد ما العصاج بتاعي ابتدى يلون زي ما انتوا شايفين كده، هنبتدي ننزل بالتوابل بتاعتنا، وهي بشر من جوز الطيب، وكمان ربع معلقه من الفلفل الاسود، وربع معلقه من الجنزبيل، وربع معلقه من الكمون، وربع معلقه من الكركم. هتستغربوا ان انا حاطه كركم ليه؟ لان الكركم حلو جدا، وخاصه ان الاكله كلها دهون زي ما انتوا عارفين، وكلها بتنجان وبطاطس مقليه. طبعا الكركم دوره حلو جدا قوي في محاربة الدهون زي ما انتوا عارفين. وابحثوا عن فوائد الكركم، هيطلع لكم بجد فوائد حلوة جدا وجميلة. زي ما انتوا شايفين حطينا التوابل بتاعتنا، رشة من الفلفل الاسود، ورشة من الكمون، ورشة من جوز الطيب، وكمان رشة من الكركم. انا بحب احط الكركم في كل اكلي بصراحة. ليه؟ لانه له فوائد هايلة جدا بصراحة يا جماعة. انا ما عرفت فوائده ابتديت احطه على كل الاكل بتاعي، وبالعكس هو مش مضر خالص، ولا بيدي طعم مر ولا اي حاجة من الحاجات دي في الاكل. بجد هو طعمه تحفة. وكمان مفيد جدا جدا في ايه؟ بيشيل الام المفاصل، بيمنع الام المفاصل تماما، وكمان بيساعد على حرق الدهون، وكمان بيكافح الفيروسات، وكمان يا جماعه بيحافظ على سلامه الكبد. وغير كده كمان مهم جدا لالتهاب المفاصل. وعايزه اقول لكم حارق للدهون، يعني لو حطيتوه في الاكل بتاعكم هيقلل من نسبه الدهون في الاكل، وخاصه في الشوربه بتاعه اللحمه مثلا. حلو جدا قوي في الشوربه بتاعه اللحمه. زي ما انتوا شايفين كده نزلنا بعصير الطماطم، وكمان هنضيف معلقه من الصلصه، كمان هننزل بفص من الثوم المفروم زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لكم ان المسقعه مش هينفع تكون مسقعه من غير فص الثوم المفروم ده. شايفين ما شاء الله بجد العصاج اللحمه بتاعتي تحفه جدا. شايفين ما شاء الله الصلصه مع الطماطم يعني ايه نتيجتها حلوه جدا، ولونها هايل هايل بصراحه. يلا بينا نرص مع بعض البطاطس.
عايزة تلبسي جوانتي طبعا البسي براحتك، بس انا مش متوفر حاليا عندي دلوقتي جوانتي يا جماعة، فعادي كلنا بنعمل اكل اصلا في البيت بايدينا يعني. رصينا البطاطس في الطاجن بتاعنا، ممكن طبعا نعمل مسقعة في طاجن او ممكن نعمل المسقعة في بايركس، براحتك زي ما تحبي. زي ما انتوا شايفين كده، اول طبقة عندي هي البطاطس وتاني طبقة هي البتنجان زي ما انتوا شايفين. الكركم يا جماعة له فوايد هايلة جدا. طب ايه هي الفوايد دي؟ اول حاجة بيعالج الام المفاصل، تاني حاجة بيمنع الزهايمر، بعد كده مفيد جدا لحرق الدهون. غير كده كمان ان الكركم بيساعد على خروج السموم من الجسم، بيطرد السموم من الجسم، مفيد جدا لسلامة الكبد. مهم جدا يا جماعة الكركم، ركزوا عليه في اكلاتكم وطبخاتكم، وخاصة الاكلات اللي بتبقى فيها دهون زي المسقعة وغيرها. هنبتدي نحط طبقة من اللحمة المفرومة على البتنجان والبطاطس بتاعنا. طبعا انتي بتظبطي الملح بتاعك بعد ما تكون اللحمة خلاص اتعصجت. ليه؟ لان طبعا انا حاطة صلصة واللحمة اصلا كمان بتبقى مالحة، فلو انا حطيت الملح من بدري فطبعا اللحمة هتحدق معايا جامد، مش هعرف اظبطها بعد كده. فانا بحب احط اللحمة بصراحة، بحط عليها الملح بتاعها في الاخر. هننزل طبعا يا جماعة بحلقات البصل والطماطم بتاعتنا. عايزة اقول لكم ان الخطوة دي في المسقعة بتفرق جدا جدا وطعمها يجنن. بالمناسبة انا واخدة الطريقة دي من تيتا، ربنا يا رب يديها الصحة كده وطولة العمر، بجد هي اللي معلماني طريقة المسقعة. الخطوة اللي بعد كده هنبتدي نرص طبقة من البتنجان زي ما انتم شايفين. بعد ما رصينا اخر طبقة من البتنجان هنبتدي نرص الخضار بتاعنا في حلقات الفلفل وحلقات البصل والطماطم زي ما انتم شايفين كده. عايزة اقول لكم يا جماعة انا من عشاق المسقعة، بحب المسقعة جدا جدا، من الاكلة بجد اللي بفرح جدا لما مامتي كانت بتعملها. من جمال وصفتي ومن اللحمة المفرومة الجميلة المحطوطة عليها، بصراحة انا عايزة اسميها لحمة مفرومة بالمسقعة، مش مسقعة باللحمة المفرومة خالص. بعد ما قفلنا طاجن المسقعة باللحمة المفرومة بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وبعد كمان ما زينته بالطريقة السهلة البسيطة، هبتدي احطه في الفرن علشان يبتدي كل المكونات تاخد من بعضها. بكده تكون وصفتنا اللذيذة خلصت، طعم وريحة تجنن. عايزة اقول لكم طريقة سهلة جدا وبسيطة، وقدموا معاها رز ابيض وبألف هنا عليكم جميعا.